تقفي بالشكل ده في الديمو او في الفصل هتباني خايفه ومش محترفه. اول ما تقفي عند السبوره وتلزقي فيها وتقعدي تكتبي وتبقي سايبه الفصل هيبان جدا ان انت خايفه ومتوتره وبتتحامي في السبوره. طيب الحل ايه؟ الحل ان انت تبقي واقفه في منتصف السبوره على بعد خطوتين تقريبا من السبوره عشان يبقى كل اللي قاعد شايفك وسامعك. عينيك تبقي موزعاها على كل اللي موجودين، مش مركزه على حد معين او مش مركزه مع اللي بيتجاوب معاكي او بيرد عليكي فقط، لا بتبقى متوزعه على الكل. ايديكي ما تكونش متكتفه او مربعه بالشكل ده ولا تبقى في جيبك. ايديكي تستخدميها ان انت تشرحي الحاجه او توضحي الشيء بشكل ما فيهوش مبالغه ولا حركات كتيره. بترجع تاني جنبنا عادي جدا مفيش مشكله. مهم كمان ان انت مثلا لما تتحركي في الفصل تتحركي بحركات متوازنه، بتروحي يمين بتروحي شمال، بتتكلمي هنا او بتوضحي هنا، ما فيهاش حركات زياده عن اللزوم. مهم كمان لو انت بتشرحي لرياض الاطفال ان انت تعيشيهم اجواء القصه، ده بيخلي اللي قدامك قاعد مشدود وعايز يكمل معاك الحصه. يعني مثلا لو مثلا بتحكي عن قصه حد جه وخبط على الباب فتقول ايه وجه عند الباب، وتروح عند باب الفصل وخبط على الباب، خبطي على الباب وفتحي الباب وتفتحي الباب بالشكل ده. دي حاجه بتحسسهم بالاحترافيه وان انت فاهمه شغل كويس جدا وبتعرفي توصلي المعلومه بابسط الوسائل وابسط الطرق. بس كده، اكتبوا لي في الكومنتات ايه اللي عايزين تعرفوه اكتر عن الديمو او الانترفيوهات في المدارس.